يا بطه فهميني، الكلام اللي بتقوليه ده ما يخشش العقل ابدا. وعلى فرض انه حقيقي، ممكن تقولي لي هتوصلي للدهب ده ازاي؟ هنسافر شرم الشيخ ونتعلم الغطس ونأجر مركب وننزل البحر ونجيب الدهب. يا سلام، بالبساطه دي ما كانش حد غلب يا بطه. وبعدين انت هتصرف على رحله زي دي منين؟ البركه فيك انت بقى محمود. انا منين يا حاصل؟ ما انت عارفه البير وغطاه ده، انا بقعد اضحي ليل ونهار كاني طفل زيك عشان يا دوب اقدر اعيش. صراحه يعني انا كنت بفكر في الفلوس اللي حوشناها، فلوس الشقه. نعم يا اختي، بقى معقوله تيجي تحويشه عمري عشان ترميها البحر؟ تحويشه عمرك ده ايه؟ دي فلوسي زي ما هي فلوسك بالظبط. بقول لك ايه يا بنت الناس، اعقلي كده واهدي، اهدي يا فاطمه. خلاص يا محمود، خلاص اديني نصيبي وكل واحد فينا يروح لحاله. نصيبك كان على عيني، يا ريت. يعني ايه يا ريت؟ بصراحه بقى ما اقدرش اديلك حاجه خالص. هو ايه اللي ما اقدرش؟ اصل اصل ايه وفصل ايه؟ ما تتكلم. اصل بصراحه انا حطيت فلوسنا في شركه استثمار، الشركه دي ضربت تفليسه وصاحبها هرب على بره. يعني ايه؟ يعني ربنا يعوض عليك في الفلوس يا فاطمه. عوضي على الله يعني ايه؟ انا مش من اولى من هنا غير لما اخد كل فلوسي. ده ايه يا فاطمه؟ فلوسك ايه وفلوسي ايه؟ انت نازله انك خطيبتي؟ لا يا حبيبي، فلوسي لوحدها وفلوسك لوحدها. يعني ايه؟ اضربك الارض اطلع بطيخ؟ خلاص عندك المدعي الاشتراكي، روح انت اديلك فلوسك. ده انا هطلع عينك لو ما تدينيش فلوسي كلها على داير مليم. لسه كتير يا سي محمود. هو ده سي حسنين اخوك يا سي محمود؟ ده انت طلعت وسخ وساخه تكميله. اكبر امشي من قدامي. بطه يا حبيبتي دلوقتي، بطه يا اختي هو ايه اللي حصل؟ دقيقة واحدة، دقيقة واحدة، اصبر يا اللي بتخبط. ده ايه السرعة دي؟ ممكن ادخل؟ اتفضلي اتفضلي، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ دعكتك ولا لا لا طبعا معقول انت في عندي هنا ده شاي ولا لا ولا ولا اي حاجه. انا بصراحه مش عارفه ابتدي ازاي، لكن انت عارف طبعا ان بعد ما الشواطنا مات ما بقاليش حد خالص اشتكي له منه. انا موجود، انا حمال الهموم وحلال المشاكل. النبي وصى على 7 جار. انا مزنوقه في مبلغ صغير قوي. يا سلام، هو انا في ديك الساعه وانا في ديك اليوم اللي اخدمك فيه يا ست فاطمه يلزمك كام؟ كم؟ 5000 جنيه بس. كام؟ 5000 بس، وهرجعهم لك على طول. دقيقه واحده. يجه النبي، انا لما عرضت عليكي كان قصدي 100 200، انما 5000 جنيه ده مبلغ كبير قوي ده يا ست فاطمه. ايوه ما انا هرجعهم لك بالفوائد اللي انت تطلبها. ايوه ما انا عارف طبعا، بس 5000 كتير قوي برضه. كانش العشم يا استاذ بيبر. خلاص، مع انها يعني عمليه كبيره ومضمونه وسريعه ومكسبها ما يقلش عن 10000 جنيه. 10000 جنيه ويمكن اكتر، بس خلاص يعني خيرها بغيرها خلاص. ست فاطمه نعم. استني، ما تقولي لي ايه الحكايه بالظبط، يمكن اقدر اساعد. الحكايه يعني خلاص بقى بلاش. والنبي ده انت قايله. اللهم صل عليك يا نبي. اصل انا عندي معرفه في محافظه جنوب سيناء، المتر هناك بيتباع ب50 قرش. انا قلت اشتري لي 1000 متر كده اهو، انام عليهم 3 4 اشهر يزيد سعر المتر، يبقى 3 4 5 جنيه اروح بايعها على طول.
ساعتها اجيب لك فلوسك والفوائد بتاعتك وفوقيهم بوس. يا بنتي الجنيه، استاذ بيبر، انا اسف ما اقصدش، بس اصلها فكره جهنميه فعلا. سهله قوي بس محتاجه الراس مال. خلاص بقى بلاش. اسمعي بس، انت ناويه تسافري امتى؟ بكره ان شاء الله هقدم على طلب الاجازه واسافر على طول. هتسلفني الفلوس ولا هم؟ انا عارفه انهم كتير اسمعي عليك. بس، ده انا مش هسلفك وبس، لا ده انا هسافر معاكي. اهو تكلمينا معرفتك ده اخد لي كام متر، وعلى راي المثل من جاور السعيد يسعد. ايوه بس ايوه انا هعمل الشاي دلوقتي ونقعد نوضب كل حاجه.